لنسمع كيف كان أصحاب محمد، كيف كانت قلوبهم معلقة بالصلاة. سيدنا عمر رضي الله عنه لما حملوا عمر رضي الله عنه، لما حملوه والدم يسري والسم في جسده يجري ومخشي عليه، حملوه إلى البيت رضوان الله عليه رضي الله عنه، فأرادوا أن يوقظوا عمر فما استيقظ. قال لي مسلمانا سيدنا عمر لسان نمي ساكن ونمي أسبه أبو اللؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله يكي كافر بو كي راجل سيدنا عمر حاضر كر أو كي راجي بآغو كر بو سيدنا عمر لسان نمي أسبه ساكن هاجي باشر العمر خست كير لعمر خست عمر كتا خوري غربليا أو كيري خوشي بآغو كري آغو كير لي خست عمر غربليا كت قو الصحابيان قشكي قو هاتن دقن عمر كن قو يا عمر رابع يا عمر رابع أم ببسي كري عمر قو چه قو كري عمر قو چه قال ابنه عبد الله هل تريدون لأبي أن يستيقظ وندخوزن بابي من رابع قو أري قو بابي توا قو بابي مواني رانابه قو يا عبد الله كيف يستيقظ أباك بابي تشتبها بحسي قو أمراكن قو اهمسوا في أذن عمر وقولوا له يا أمير المؤمنين الصلاة صلاة قو يا أمير المؤمنين الصلاة صلاة قو بابي مواني رانابه قو هرند قوه عمر ذا بيجن بيا أمير المؤمنين الصلاة قو وقت يجيش لبر قو يا أمير المؤمنين الصلاة عمر بير الرب وسرخوا قال نعم اي والله الصلاة أصلى الناس. كانت قلوبهم معلقة بالصلاة، كانت قلوبهم معلقة بالصلاة. واختبان ذكرت قلت الصلاة رجال فرجال قلوبهم معلقة بالصلاة. ألم يقل نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة قلت رشكت شافي من نمية رشكت شافي من وقت تزاري خالد رشكت شافي من لأن البرد اللي تيشرينا محمد صلى الله عليه وسلم دي نمي تشتك البرد اللي مشرين تلتنا غير نمي